إزاي تبني إرادة من حديد علمياً؟ في منطقة في مخك لو كبرتها هتبقى إنسان خارق، ولو صغرتها هتفضل ضعيف طول عمرك. وأحلى حاجة إنك أنت اللي بتتحكم في حجمها، مش كلام تحفيزي فاضي، ده علم حقيقي بيشرح ليه في ناس عندها إرادة فولاذية وناس تانية بتستسلم لأي حاجة. النهاردة هنفهم إزاي تبني إرادة قوية حرفياً في دماغك. المحرك البيولوجي للإرادة. تعرف إيه اللي بيفرق بين واحد عنده إرادة وواحد ملوش؟ منطقة في مخك اسمها Anterior Mid Cingulate Cortex AMCC. المنطقة دي بيسموها علمياً مقعد الإرادة أو حتى مقعد الرغبة في الحياة. والمفاجأة، المنطقة دي بتكبر لما تعمل حاجات أنت مش عايز تعملها. يعني مثلاً تضيف تمرين صعب وانت كارهه، تقوم الأكل وانت على دايت ونفسك في بيتزا، تصحى الفجر رغم انك عايز تنام. بس انتبه، لو عملت حاجة صعبة بس بقيت بتحبها زي الآيس باث اللي اتعودت عليه، المنطقة دي مش هتكبر. الفكرة كلها في انك تعمل اللي بتكرهه وتكمل. وأسوأ حاجة، لو بطلت تتحدى نفسك المنطقة دي بترجع تصغر تاني. يعني الموضوع مش وصلت وخلاص، ده صيانة مستمرة. إطار الشوجيودو من تقاليد الساموراي والزن. عشان تقتل النسخة الضعيفة منك اللي بتفاوض على الراحة، في 4 قواعد مستوحاة من الساموراي. 1. ال5 سكند شوجيو، حركة ال5 ثواني. الكسل هو المسافة بين المنبه وبين الحركة. لما المنبه يرن عندك 5 ثواني تتحرك فيهم قبل ما دماغك يبدأ يفوضك. لو استنيت أكتر من 5 ثواني دماغك هيقولك 5 دقايق كمان مش هيفرقوا، انت تعبان، خد راحتك، ابدأ بكرة أحسن. الحل، اقتل المحادثة دي قبل ما تبدأ، قوم فوراً. 2. طقوس الانضباط Ritual of Discipline. ازاي بتعمل أي حاجة هو ازاي بتعمل كل حاجة. الحاجات الصغيرة زي ترتيب السرير، غسيل سنانك بتركيز، ترتيب الشنطة، دي مش حاجات تافهة، دي تدريبات يومية على الانضباط. لو عملتها كطقوس مقدسة هتلاقي نفسك منضبط في الأزمات الكبيرة. التفاصيل الصغيرة بتبني الشخصية الكبيرة. 3. موشا شوجيو، البحث عن عدم الراحة. الإرادة الحقيقية بتتبني لما تدور على اللي بتهرب منه وتعمله. أمثلة: الشاور البارد اللي بتكرهه خده الصبح، الإيميل الصعب اللي مأجله ابعته دلوقتي، المكالمة المحرجة اعملها قبل ما يومك يبدأ. كل ما تواجه المقاومة وتكسرها كل ما ال AMCC بتاعتك بتكبر. 4. Practice without gaps أو كوجيوجي، الاستمرارية المطلقة. النهر اللي بيقف في الجفاف ما بقاش نهر. اللحظة اللي تسمح فيها لنفسك بجاب أو فجوة في الممارسة بتاعتك بسبب سفر أو مرض أو ظروف بترجع للنسخة القديمة منك. الاستمرارية لازم تكون مطلقة. مفيش أنا مسافر فمش هقدر، مفيش أنا تعبان النهاردة. النهر يفضل يجري حتى لو بقطرات. أنظمة استراتيجية للاستمرار. الإرادة القوية مش بس عزيمة، دي أنظمة ذكية بتلغي الحاجة للإرادة أصلاً. 1. Irreversible commitments، الالتزامات لا رجعة لها. بدل ما تقول هحاول أعمل ده، قول أنا قررت خلاص مفيش رجوع. ولو عايز تضمن إنك تكمل، اعلنها قدام الناس. ليه؟ لأن دماغك بيشوف فقدان المكانة الاجتماعية كتهديد للبقاء. يعني لما تقول لأصحابك أنا هخس 10 كيلو في 3 شهور، دماغك هيشتغل ضد فكرة إنك تفشل قدامهم. الضغط الاجتماعي يعني وقود. 2. إلغاء إمتى وإيه. Eliminate the when and what. المفاوضات الصغيرة بتستنزف طاقتك. مثال: هصحى بكرة الساعة كام؟ هتمرن إيه النهاردة؟ هاكل إيه؟ كل سؤال من دول بيفتح ثغرة للفشل. الحل: اصحي نفس الوقت كل يوم، مثلاً 5 صباحاً. اعمل نفس الروتين كل يوم بالظبط. لما تلغي القرارات الصغيرة تلقائياً بتنفذ من غير تفكير. 3. Pre-solutions أو حلول مسبقة. ما تستناش المشكلة، حضر الحل من دلوقتي. مثال: لو مرضت هعمل إيه؟ Plan B جاهز.
لو سافرت هتمرن إزاي؟ تمرين 10 دقايق في الأوضة. لو يومي اتملى شغل هقوم 30 دقيقة أبكر. لما العقبة تحصل ما تفوتش، نفذ البلان بي تلقائياً. إعادة صياغة الهوية Identity Transformation. بناء الإرادة يعني تغيير الهوية. الفرق بين أنا بحاول أروح الجيم غلط، أنا شخص رياضي صح. لما تتحول من بحاول أعمل لأنا كده، السلوك بيبقى طبيعي. القوة مع إصبع اللوم The blame finger. لما تلوم الظروف، الحكومة، الناس، أنت بتديهم القوة. خد المسؤولية الكاملة حتى لو مش غلطتك، قول دي مسؤوليتي وأنا هحلها. استخدم فكرة الموت Mortality as a tool. أنت هتموت، معلش على الصراحة يعني، بس الفكرة دي لما تفتكرها كل التوقعات الخارجية والخوف من الفشل بيختفي. بيفضل بس اللي فعلا مهم. زي ما ديفيد جاجنز بيقول، مفيش لايف هاك للموضوع ده طحن مستمر. لازم ترجع للألم تاني وتالت لحد ما تعرف مين انت بجد. الاستعارة. تخيل إرادتك زي سد بيمنع نهر من الأعذار. كل ما تفاوض نفسك أو تتخطى مهمة صعبة، شرخ بيحصل في السد. بس كل ما تعمل حاجة انت كارهها، بتضيف طبقة خرسانة للسد. لو وقفت الصيانة، المية هتلاقي الشروخ القديمة وتكسر السد. بس مع الشغل المستمر بدون فجوات، السد بيبقى جزء من الطبيعة نفسها. الزبدة. ال AMCC في دماغك بتكبر لما تعمل اللي بتكرهه، وبتصغر لو بطلت. ال5 ثواني الأولى هي اللي بتحدد لو هتقوم ولا لأ. الطقوس الصغيرة بتبني انضباط كبير. دور على عدم الراحة واعملها الصبح بدري. مفيش فجوات، النهر لازم يفضل يجري. الالتزامات اللي مفيش فيها رجوع بتلغي المفاوضات الداخلية. غير هويتك من بحاول لأنا كده. خد المسؤولية الكاملة. القوة معاك لما اللوم يبقى عليك. سؤال النهاردة: إيه الحاجة اللي لو عملتها كل يوم لمدة شهر حتى لو بتكرهها حياتك هتتغير؟ اكتبها في الكومنتات وقول لنا هتبدأ إمتى. وافتكر، الإرادة مش هدية، دي عضلة بتتبني بالألم المتعمد.